شكرا مهند الجاري. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. ويتواصل مشوار دوري ابطال افريقيا الشامبيونز ليج لموسم 2022-2023. هنا دار السلام، هنا تنزانيا، هنا الملعب الكبير في العاصمة تنزانيا مكابا بنجاما، أمام حضور جماهيري كبير، ربما الرقم يصل إلى 50,000 متفرج، كذلك المئات من أنصار فريق الرجاء الرياضي، حتى لا أكون مبالغا، العشرات من أنصار فريق الرجاء الرياضي الذين حضروا كذلك لمؤازرة الأخضر العالمي في المشوار الإفريقي، بحثا عن التاج الذي غاب عن خزانة الأخضر منذ 99، مدة زمنية طويلة. هكذا يقول جمهور الرجاء الرياضي: صبرنا طويلا وانتظرنا طويلا، فهل سنة 2023 منهم لاعب سنغالي وبوركينابي، هذه الأسماء الأجنبية التي تنشط في تشكيلة نادي سيمبا. وهنا هذه صعبة بنتيك في تغطية الهبطي في تنفيذ هذه الركنية الراسية، بعد ذلك الراسية. سيمبا تنزاني ينافس يونغ افريكانس الثنائي الذي يلعب على لقب الدوري المحلي، بينما علاقه رجاويه من الجهه اليمنى حمزه خابمر وشأن كبير في السنوات القادمه. لما لا؟ هنا العرضيه بدل هنا بلمسات قصيره، التحضير ممتاز، التسديده بعد في هذه اللحظات، كره مرفوعه عندك يا انس، سهله لانس زنيتي. بالمناسبه في الجهه اليسرى محاوله المرور، عندك الان مراقبه الايمن، الاستلام البينيه ممتازه، لكن فيها وضعية تسلل، يقول حكم المباراة على اللاعب حمزة خابة أمام قدم اسماعيل أولو، يبقى قريب اسماعيل ماذا يفعل، والعرضية خطيرة، التغطية الدفاعية، انطلاقة في المرتدى الآن. تدخل موجود في اللقطة في هذه المباراة. زكريا الهبطي، المتابعة، جول كونفدرالية الإفريقية، ما تبقى دوري الأبطال. هنا الهبطي يعمل الكنترول، الهبطي ينتظر، الهبطي يحاول يراوغ، كان عندك المجال أنك تمرر الكرة للعب كمنافس على لقب الدوري، بينما العرضية عن التسديد، يبحثون عن الممر، هذه صعبة. ليمان يلعب قصيرة مع انتيباتسون كيتزا، والحكم يقول في خطأ. تيزا فيها مرور، فيها توغل، بعد ذلك فيها لمسة جميلة جدا، التحضير ليسري بوزوك. يسري عندك الجول، لا عندك المجال، يبحث عن هنا التمرير في العمق، ولكن بدوي. نقترب من النصف ساعة الأولى على بداية المباراة. هنا السرعة في الارتداد، سدد جول عالمي كبير، حمزة خابة، هدف عالمي للعالمي، هدف عالمي للفريق العالمي، 1-0 للرجاء، هدف ولا في الخيال، هدف ولا في الأحلام، هدف نعم لا تشاهد إلا مع الكبار. سوادوغو لكابومبي، لكن سرام الكل كان يخشى الرجاء، وهنا الدفاع يتدخل في نهاية المطاف، يتكاتف من أجل مصلحة الفريق. بوزوك، يلا يسري، راوغ يسري، دخل يسري، ركلة جزاء في هذه اللحظات، غير معقول، ركلة جزاء. هنا لم يعلن عن الحكم الكاميروني، سنشاهد الإعادة. كرة في الجهة اليسرى، محاولة للمرور، تغطية دفاعية، لا وجود لدي سيمبا داخل منطقة الجزاء، مرفوع الكرة، وأنس زنيتي في المكان المناسب، أنس يتابعها، كي الدخول لمنطقة جزاء. زريدة يدخل، تعتمد في دور المجموعات. كرة وصلت على الطرف الأيمن، فيه مسك لكن هناك تغطية. زريدة في خطأ بالفعل، تدخل واضح، مرتدة اللي لازم استغلالها، تسديدة على كرة في القائم الأول، مرت سليمة هذه الكرة. يا أنس انتظر مباشرة يا أنس، والكرة
الثاني بأي صورة سيظهر الرجاء في الشوط الثاني، بأي تدبير تكتيكي سيظهر الرجاء في الشوط الثاني. يبحثون عن الانسلال واختراق الدفاع، لكن ممتاز ردة الفعل من محمد لفائدة هجومي الرجاء الرياضي. التحضير ولكن بنتايك يسعد بنتايك العرضية الرأسية ممكن سريع اللعب السنغالي. العرضية دي صعبة دي صعبة دي صعبة مرة جانبية لحسن الحظ. يتقدم يمرر كرة في العمق، هذه ممتازة لكن يخرج حارس الماضية من طرف اللاعب يسري من نازل الكنترول وسدد الكرة والثاني جول. الثاني جول لمسة يد وركلة جزاء العاطي بخارج القدم. محاولة خروج بنتايك ماذا تفعل يا بنتايك؟ وبرافو برافو برافو البدوي. الرأسية بعد ذلك كورتك يا زنيتي والحكم يقول خطأ. لكن لاحظ معي بأنه حتى الآن عودة للرجاء الرياضي تلعب هذه الركنية. زكريا الهبطي بعد ذلك يبعد بيد تبادل الانسلال من الجهة اليسرى فيها وضع خروج الكرة. أين هو التسلل؟ أين هو التسلل هنا؟ ضيعت فريق الرجاء الرياضي هذه المعيقات ورغم هذه العراقيل، لكن عندنا المجال أننا هنا زكريا حاضر، هنا تحضير، هنا اللمسة فيها ركنية. واضح غير معقول الكرة الأمامية تلعب هذه الركنية. يلا جول يلا. أينك يا بدوي أينك يا بدوي؟ حسين العرضية أنس في المتابعة طبيعي. زيادة ملعوبة هنا بشكل ممتاز، لذلك قلت حتمية اعتماد تقنية الفار في دوري في حمزة خابة في مراد. واخذ راحته حسين في الجهة اليسرى، يرفع كرة وأنس تلعب الضربة الحرة مرفوعة الكرة الرأسية مرة جانبية. مكعازي يسري بوزوك يسري، لكن هنا يقظ من دفاع سيمبا التنزاني. الكرة تبعد إلى التماس والحكم الثاني مع دخول لاعبين هنا البدلاء. تسديدة بين جديدة أعتقد هو من سدد. جاءت مرة أخرى هنا البدوي يلعبها في العمق ممتاز الكنترول. هي جول هي جول هي جول. هي القاضية رجاوية أنت كل شيء. الرجاء يسير نحو الانتصار الثاني على التوالي. هكذا كانت النهاية وهكذا اسماعيل المقدم يتقدم وجول القاضية. نعم من اسماعيل المقدم 3-0 أن تفوز في تنزانيا وأمام سيمبا الرهيب وأمام 55,000 متفرج.